لك لي سيروم اللي كريم بعد الشامبوان لازمين باش شعرك ما يطيحش. زعما هذه حقيقة ولا مجرد خسارة فلوس؟ خليني نفسر لك الموضوع بوضوح. برشا ناس يشريوا دي سيروم دي كريم باش يعالجوا بهم مشكلة تساقط الشعر، وهذه أكبر غلطة، على خاطر لي سيروم لي كريم ont un effet cosmétique et protecteur. معناها ينجموا يعطيو لمعة للشعر، ينجموا يحميو الشعر ضد أشعة الشمس، ولا ils peuvent avoir un effet anti-frizz ضد التجعد، لكن ما عندهمش un effet thérapeutique خاطر ما فيهمش دي composantes médicales prouvées. ولي سيروم يوليو خسارة فلوس وقت اللي تستعملهم ويبدأ عندك مشكلة في تساقط الشعر اللي تنجم تكون جاية من ستريس ولا الصراع الوراثي ولا نظام غذائي مش متوازن متسبب في فقر في الحديد ولا في فقر في كيلكو فيتامين. وهنا لازمك un diagnostic précis et un traitement ciblé à base de compléments alimentaires ولا PRP ولا ميزو ولا اكزوزون اللي حكينا عليهم في الفيديوهات اللي فاتوا. والمهم مش الاستيتيك نتاع شعرك، المهم انك تتلهى بصحة شعرك وصحة فروة راسك قبل. دونك لي برودوي كيما لي سيروم ولا لي كريم نجموا نستعملوهم في حالتي. الحالة الأولى وقت اللي يبدأ شعرك شايح ولا فريزي ولا أبيمي، وقتها نجموا نستعملوهم باش يعطيو une hydratation ويساهلوا الكوافاج. والحالة الثانية وقت اللي تستعمل السيشوار ولا لي بلاك assez souvent، وقتها لازمك ان تيرمو بروتيكتور باش يوفر حماية ضد الحرارة القوية. Et en conclusion, les sérums et les crèmes peuvent être de bons produits, mais ils ont un effet d'entretien et de protection. Ils n'ont pas un effet de traitement en profondeur. وانتي لازمك تعمل ان دياغنوستيك باش تفهم شنو المشكل قبل ما تصرف فلوسك في دي برودوي غاليين هكاك. وانتم قولوا لي شنو لي برودوي اللي قاعدين تستعملوا فيهم في شعركم وتحبوا تعرفوا اسكو سي برودوي قاعدين يفيدوا فيكم ولا لا. خليوا اجاباتكم في الكومنتات.